Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released for purposes of transparency, clarity. وانت ونايم النهارده كان ابو حنان بيحارب لوحده في البيت الابيض في عمليه اغتيال فاشله. الراجل قاعد في امان الله بيسكر ومقضيها مع حبايبه واخواته ومعارفه وقاعدين بيتعشوا تقريبا علشان يحصل عليهم هجوم من شخص يعني بيقولوا مدرس. بيقولوا الراجل اقتحم البيت الابيض الاكثر امانا في العالم ودخل وحاول يخش القاعة اللي كان فيها ابو حنان، بس للأسف رجالة الامن قبضوا عليه بعد تبادل اطلاق نار. الحكاية بدأت بواحد تسلق ودخل البيت الابيض، وللأسف ما صورش نفسه وهو داخل عشان يعرف باقي اللي نفسهم يوصلوا لابو حنان يخشوا له ازاي. فخد بعضه واتسحب ودخل وعدى من افراد الامن واحد ورا الاخر علشان يوصل لاقرب مكان للقاعه اللي كان فيها ابو حنان. ابو حنان هنا كان قاعد هو وزمايله بيسكروا وبيعملوا اللي هم عايزينه جوه، وبياكلوا بقى واللي فاضي واللي مش فاضي وبيرغي وبتاع زي ما انتم شايفين كده. وكان موجود معاه النائب بتاعه كمان، يعني كانت غنيمه كويسه جدا للشخص اللي كان داخل، كان هيخش التاريخ حتى لو كان مات طبعا. وهوب وهم قاعدين بياكلوا سمعوا ضرب نار بره، وزي ما انت شايف كله نزل تحت الترابيزه جري، كله ما عدا الراجل الطيب ده. ايوه فضل قاعد ياكل ورايت ان على ابوك وانا جعان مش فاضلكم، اخر حته كفته كنت هموت عليها لازم اكلها، علشان صوره الراجل ده تعمل قلق وتفتح باب لجو المؤامرات اللي دايما في ناس متخصصه في الحته دي، اللي يقول لك ده فيلم يا عم والراجل كده كده عارف قال لك ينعل ابوك انا هاكل، واللي يقول لك لا 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 ده واحد اكيد من معارضه ترامب اللي ما بيحبوش سياسته ومش عايزينه يحارب وزهقوا منه خلاص فقرروا يخلصوا منه. والله انا مع دول وانا مع دول. انا كان نفسي بس يعني نفرح ونبلوا الشربات، بس يعني ما حصلش نصيب. يلا خيرها في غيرها، وهستنى رايكم في التعليقات اشوفكم انتوا شايفينها يعني مجرد مؤامره كده عشان بس يعمل فيلم عربي ويقول لك ان الامن مستتب، ولا هي كانت عمليه اغتيال حقيقيه والراجل فشل فيها. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.